عزومة السلايف. النهارده بقى يا ست الكل هنعمل ريمونتادا على سلفتك. يعني ايه ريمونتادا؟ يعني ماتش العودة اللي هو في ارضنا في بيتنا. عزمتك مرة هنعزمها عندنا وهنعمل كاونتر اتاك، يعني هنهجم عليها. في الاول هنحدد الفرقة اللي داخلة عليكي كام فرد. هنفترض ان هما فرقة طبيعية بتتكون من زوج وزوجة وولدين، كده تبقى الفرقة الاولى. والفرقة التانية برضو بتتكون من 4 اللي هو انتي وجوزك والعيال، ادي الفرقة التانية. وده اللي اسمه مبدأ تكافؤ الفرص، 4 قصاد 4. يعني كده الملعب بتاعنا اللي هي ترابيزة السفرة هتشيل 8 أفراد. في الأول هنحدد المنيو اللي هنعمله، وعلشان نحدد المنيو لازم نركز الأول مع راس الحربة الزوج علشان نعرف هنطلع منه بكام. هنفترض إن احنا هنعرف نطلع منه 500 جنيه. يعني احنا هنتصرف في الماتش ده كله ب 500 جنيه. نيجي بقى لمكونات المنيو بتاعتنا. لازم نشوف الاول في ماتش الذهاب على ارضهم عملوا لنا ايه. هنمسح بقى الحاجات دي علشان نكتب على رواقه. هنبدا نقسم في الاول عصاير، فطار، حلويات. هنبتدي بقى نشوف هي عملت لنا ايه في العصاير. نزلت لنا في اول 5 دقايق من الماتش بصوبيا وتمر. احنا بقى هننزل لها بكركديه وقمر الدين معروفه. وبعد العصاير حصلت شويه مناوشات ونزلت لنا بالسلطات، وسلطاتها كانت عباره عن سلطه خضراء وسلطه بطاطس. وبما ان السلطه الخضراء مكون اساسي في بيوتنا كلنا، فانا كمان هنزل لها بالسلطه الخضراء وكل سلو، وهعلي عليها كمان بطحينه وبابا غنوج. يعني هي نزلت لي بسلطه خضراء وسلطه بطاطس، انا هنزل لها بسلطه خضراء برده وكل سلو وطحينه وبابا غنوج. ركزي معايا يا ست الكل عشان داخلين على اهم حاجه، الفطار. هنمسح بقى اللي فات ده كله علشان نعرف نكتب الفطار. نيجي بقى للوقت الاصلي للمباراه، وهي نزلت لي بخطه 4-4-2. الصواني جلاش بالجبنه، رقاق باللحمه، مكرونه بشاميل. انا بقى بحضر لها خطه غير متوقعه بالمره، خطه هجوميه 3-5-2. ثم حاجه يا الله يا الله. الحلو محاشي، تنجان، فلفل، كوسه، ورق عنب، كرنب. نيجي بقى لخط الهجوم، البروتين. وقبل ما نقول احنا هنعمل ايه هنشوف هي عملت ايه. هي عملت ايه بقى؟ فراخ مشويه، حمام كداب وانا كنت مفكره حمام، وعملت جوانح ودبابيس. انا بقى هشتغل على الجناحين، الناحيه اليمين هنزل لهم بالموزه والناحيه الشمال هنزل لهم بذكر البط. هنيجي بقى للمهاجم الصريح اللي هيضعف الدفاعات بتاعتهم، الاطفال. هنعمل لهم بانيه وستريبس وشويه بطاطس محمره، واوعي تنسي الكاتشب. كده الهجوم بتاعك جاب هاتريك. نيجي بقى للوقت اللي بين الشوطين. حد هيقول لي انت بتضحكي علينا يا قروبه، كل الاكل ده ب 500 جنيه؟ هاجي بقى اقول لك لو انت متابعاني كنت اتفرجتي عليا في الحلقه اللي قلت لك فيها اعتبري رمضان فرض زياده معاكي في البيت وحضري له وشيليه. وكنا عاملين كرتونه رمضان وكل ما نشتري حاجه بنحط الحاجه الزياده فيها. وهو جه وقتها، وقت العزومه الكبرى. وهنرجع بقى للشوط الثاني علشان الفرقه اللي قدامنا فرفرت واحنا جايبين قدامها هاتريك. هننزل عليهم بقى بالحلو. في الشوط الثاني بقى كانت عامله تغييرات وحشه وما جابتش اي نتيجه. كانت حلويات تقليديه جدا لم تحرز اي هدف، اللي هي صينيه كنافه وصينيه بسبوسه. انا بقى عندي دكه بدلاء تقيله وهنزل بيهم كلهم، اللي هم ايه؟ قطايف، كريم كراميل، صوابع زينب، رموش، جلاش، بلح الشام. وما ننساش نلف اللي باقي من الحلويات ونديها لها معاها وهي مروحه. وما تنسوش بقى تقولوا لي في الكومنتات عملتوا ايه في ماتش، قصدي في عزومه السلايف.